نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم ان شاء الله بوصفه اخرى من معسلات رمضان. ان شاء الله هذا النهار غنقدم معكم سبوله اللي كتجي جد رائعه، بحالها بحال الشباكيه. البنات اللي كتجيهم الشباكيه صعيبه في التشباك، هذه تقريبا نفس المقادير، غير الطريقه ديال التشباك ديالها اسهل مما يكون. نتوما تبعوا معايا الطريقه والمقادير وان شاء الله غتجربوها وغتنال الاعجاب ديالكم. دابا غنخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. نخلط ما بين الزنجلان يكون محمص غير شويه، ومعه كذلك اللوز مطحون بالقشور ديالو. كاس عنبه غتخلطوا فيه ما بين الجلجلان واللوز، ومع قبيصه ديال الملحه. خصهم يكونوا مطحونين مزيان، يعني باش ما يكونوش فيهم شي حبيبات اللي يقطعوا لكم العجينه. غنضيفوهم بهذه الطريقه. غنضيفوا كاس عنبه مخلط ما بين الزبده والزيت النباتيه. كاس عنبه خلطوه ما بين الزيت النباتيه والزبده. غنحتاجو كذلك معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه اللي كتعجبو القرفه بالامكان انه يضيف. وغنحتاجو ايضا معلقه صغيره ديال النافع. انا النافع غنغربلو باش ما يكونش فيه شي حبيبات اللي يضيعوا ليا العجينه ديالي. كما كتشوفوا معايا غنغربلوه. كما كتعرفوا النافع كيكون فيه حبيبات غلاظ، هانتوما كما كتشوفوا شفتوا هاد الغلاظ. غنحاول نعوض داك النصف اللي تحيد ليا اللي ما تغربلش باش نجيب معلقه نيشان. شفتوا شحال كيبقى غليظ، واخا انا حاولت انني نطحنو اكثر من القياس والو. صافي. دابا غنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم، غنخلطوا حتى نحصلوا على عجينه مرمله، وعاد غنضيفوا باقي المكونات. البنات انا هاد الطريقه كنديرها بالليل باش كنسهل عليا الخدمه. دابا انا عندي الليل، كنحاول نرملها، كنخليهم هكا يباتوا ليله كامله. كنغطي عليهم بشي ميكا ولا شي فوطه اللي كان، حيت اصلا ما فيهم شي حاجه اللي غتخسر ولا شي حاجه اللي غتضيع. عرفتوا علاش هاد الطريقه اللي كتجي سهله؟ باش في الصباح فاش تفيقوا يعني غتضيفوا غير باقي المكونات اللي كيكون ماء الزهر والبيض والخميره، يعني مواد اللي ما خصهمش يباتوا فيه. كيجيكم ساهل انكم ما كتبقاوش تدلكوا هاد الشباكيه نهائيا، حيت كما كتعرفوا الشباكيه خصها تدليك. كمهم كتبقاو هكا مستمرين وانتم كتخلطوا حتى كتحصلوا على عجينه مرمله. ومن بعد غنرجعوا ان شاء الله ونضيفوا المقادير في الصباح. البنات حنا من بعد ما خلينا العجينه ديالنا كما شفتوها مرمله ليله كامله، انا راه خليتها ليله كامله. دابا غنزيد نضيف عليها المكونات الاخرى. غندير اصفر بيضه، وغندير بيكين باودر 7 غرام حتى 8 غرام ماشي مشكل. وغندير الخميره ديال الخبز غير راس ديال المعلقه صغيره، يعني ما تكثروش، غير راس ديال المعلقه صغيره بحال هكا فقط. وغنجيبو كما كتشوفوا معايا انا هنايا درت ماء الزهر، كاس ديال ماء زهر مع 2 معالق حتى 3 ديال الخل وشويه ديال الزعفران الحر باش يعطيني الملون. نتوما تقدروا ديروا الزعفران العادي، وغتبداو تخلطوا به كما كتشوفوا معايا. غتخلطوا حتى تماسك معكم العجينه. الا لقيتوا بان خاصها ماء زهر ضيفوا ليها الماء زهر، يعني ماء زهر سخنوه ورجعوا ضيفوه
حتى تلقاو العجينه ديالكم كتجمع معكم، حيت راه فيها اصلا هي الزبده، يعني غترجعوا تذوب باش تجمع. هنا من بعد ما كملت العجينه كي كتجي، هانتوما كما كتشوفوا كتجي رطبه، غتجيبوا شي موس، غتحاولوا انكم تقطعوها على 4 بهذه الطريقه، كما قلت لكم نفس الطريقه عفوا ديال الشباكيه. وغتحاولوا انكم تسرحوها على شكل اظرفه. غتبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى تكملوا العجينه اللي عندكم، وتدخلوها في واحد البلاستيكه غذائيه بحال هذه، وتخليوها ديال التشكيل او التشباك ديال هاد الشباكيه. السبوله كتجي زوينه بزاف كما قلت لكم، سواء في الشكل سواء في المذاق، كتجي بحالها تقريبا بحال الشباكيه العاديه ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا كديروها هكا بهذه الطريقه مربعات. كتجيبوا الماكينه ديالكم، انا الماكينه راها عندي على الجنب، ما عرفتش واش تبان لكم في التصوير ولا لا. مهم الماكينه راكم عارفين طريقه الخدمه ديالها، كديروا من الصغير للكبير. انا دابا راه دايرها على 7 حيت انا عندي الكبير هو 7، كنرجع نديرها عاوتاني على 6. هانتوما كما كتشوفوا عاد غنديرها على 4. دابا هاد النوعيه ديال الماكينه كل واحد والماكينه ديالو، كاين اللي عنده 4 هي الكبيره، عاد كيبدا يصغر. انا عندي العكس. هنا من بعد ما درتها على 4 كما كتشوفوا هي رقيقه، انا غنزيد عاد نرققها حتى يبقى تبان ليا مثلا كيبان ليا سطح العمل. كتجيبوا باش تجيبوا الشكل مقاد، انا كندير واحد الطريقه بحال هذه، كنجيب شي كاغيط يكون قاصح شويه، كديروا 3 سنتيمتر على 10 باش كتجيبوا العبار ديالكم مقاد. نتمنى يكون الفيديو واضح. كتجيبوا هكا وكتبقاو تعبروا. هانتوما كما كتشوفوا انا غنبقى نعبر باش نوريكم كيفاش الطريقه. ها وحده كيجيوكم مقادين باش ما تبقاوش تمحنوا من بعد. ها الثانيه، ها الثالثه، كما كانت عندكم العجينه حاولوا انكم تقطعوا المستطيلات ديالكم. هي الطريقه ديالها سهله جدا. ما كاينش تخلط. هانتوما بهذه الطريقه هذه، ها الاول كتجيبوا الاول كديروا عليه الثاني كتحطوه فوق منه، وتجيبوا الثالث تحطوه فوق منه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. كديروا 3 ديال الاشرطه. هانتوما بهذه الطريقه 3. كتجيبوا القطعه ديال الشباكيه هذه، كتحاولوا انكم تقادوه، كتجيبوا هذه القطعه كتجيو الوسط وكتقطعوا هكا. هانتوما كما كتشوفوا، ولكن ما كتوصلوش حتى الاطراف، وكتجيبوها هكا وكتقلبوها على شكل سبوله. هانتوما بهذه الطريقه. انا غندير معكم
وحده اخرى. ها هو الشريط الاول، غندير عليه الشريط الثاني، انا غنحاول نقطع من هذه الشريط الثالث. ها هو عندي هنايا مقاد، ها هو كندير عليهم الشريط الثالث. هما عندي هنايا 3، كنقادها هكا بالطول، كنجي للوسط وكندير هكا كما كتشوفوا معايا، وكتدخلوها من الوسط. ها هي، وها هي السبوله ديالنا واجده. انا غنوريكم حيت انا ديجا خدمتهم. هما كيجيو البنات بهذه الطريقه هذه، كتخليوهم ينشفوا مزيان بحال الشباكيه العاديه، كتخليوهم ينشفوا. من بعد كتسخنوا الزيت ديالكم مزيان، خص الزيت تكون سخونه مزيان، وكتقليوهم بحال كتقليو الشباكيه، وكتحيدوهم من الزيت، تخليوهم يتقطروا، تحطوهم في العسل يعني بحال الشباكيه نيشان. انا ما بغيتش ندير معكم ديك المرحله ديال العسل والزيت باش الفيديو ما يجينيش طويل، يعني غتقليوهم بالطريقه العاديه ديال الشباكيه، حيت دابا تبارك الله البنات كلشي ولا حاذق، ما بقات شي وحده ما كتعرفش تقلي الشباكيه. المشكله كيكون غير في التشباك فقط. وغنرجعوا نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. البنات هنا رجعت لكم في الطبق النهائي ديال السبوله ديالنا كي كتجي من بعد ما خليتها بردات تماما. هانتوما كما كتجي في الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف سواء في المذاق اولا في الشكل ديالها. الطريقه كما وريتكم كانت سهله جدا جدا، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، والمذاق ديالها كيجي رائع وما كتحل لكم حتى حاجه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. البنات نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كالعاده ما تنساوش ديروا لنا لايك، ابوني، تزيدوا تشجعونا وتشاركونا مع الحباب والاصحاب. دمتم في رعايه الله، عواشركم مبروكه، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا. تحياتي لكم من مطبخ كوكينج وذ دودي. وانتهى بعدك صار وصال.